إلى جل متتبعين المرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب يوميا على قناة المرآة تي في 24. هشام الخضري المدير العام يرحب بكم مجددا من الساعة 8 صباحا إلى غاية منتصف الليل من مواقع إشهارية وكذا سياسية واقتصادية وأخبار على موقع المرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب. مجددا هذا الإنتاج ومن إنتاج أفريقيا القارة الأفريقية وسنتر أفريقيا. المرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب هي قناة إعلامية تهدف إلى كل ما يهم الشأن المحلي والوطني والعربي والدولي. من هذا المنبر الإعلامي لمرآة تي في 24 يقول لكم هشام الخضري إلى فرصة لاحقة، وشكرا على مرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب، وشكرا. هذا العدد سنسلط الضوء على الفاطمي فؤاد، وهو معاق بمدينة مكناس يهتم بالشأن المحلي وله الشيء الكثير، وشكرا. في هذا العدد سنسلط الضوء على أحد الرموز مدينة مكناس، والذي معنا فؤاد الفاطمي، والذي يعتبر أحد الأشخاص المعاقين. هذه ظاهرة من الله عز وجل على أن تكون عبرة للبشر، ونحمد الله ونشكره على ما أتانا من نعمه. في هذا الصدد معنا فؤاد الفاطمي الذي يرفع مواساته إلى العلي القدير من أجل وفاة الدكتور حسن المنيعي الذي وفاته المنية مؤخرا كانت خسارة إلى الجهاز الفني والثقافي لمدينة مكناس، باعتباره الناقد الوحيد المسرحي كما تلاحظون في الصورة. سي فؤاد بجوار الدكتور المنيعي، والذي كان دعامة رئيسية لفؤاد، الذي سيحكي لنا بقلب مرحب عن هذه المعاناة وعن أشياء كان يتمناها حسن المنيعي للعاصمة الإسماعيلية. تفضل سي فؤاد، أعطينا ما يروج في الكواليس. أولا الناقد الدكتور حسن المنيعي كنت نقول معه في باكاتيل لبان في السبعينات الثمانينات. هذه تعلموا المسرح مثلا حسن كان مثلا في ابداعات جديدة الى المسرح، الى نخرجوا الى الشباب لهذا المستقبل. رحمه الله. اولا خلالي وصايا الى الابداعات ديالو، الا كان صحة الهديم كانت تكون ابيليوم مسرح الشارع. عناية تكون صحة الهديم مسرح بحال الأكادير، وتكون عنده معلمة تاريخية ديال الدكتور حسن المنيعي صحة الهديم تنسبوها ضيعة وداير الباريار، وهذا هو هي النقد المسرحي والشارع العمومي هو اللي خصو يبدا في ابداعات الى المسرح. كنا بغينا نرجعوا للحظر الصحي، اذا كنا نبدعوا نبقاو قاعدين في الحظر الصحي ونخدموا على التباعد، ونخدموا الفرقه المسرحيه ديال الدكتور رحمه الله حسن المنيعي، ونخدموا بزاف الحوايج اختدار في المدينه اللي كان الفقيد المرحوم. بالحق في مدن اخرى كاين المعلمه ديالو، وهنا كاينات في شارع سميتو الدكتور حسن المنيعي. كاين في مصر، كاين في ليبيا، كاين في كل المدن الا المغرب ديالنا كاينات. كما تلاحظون معنا السي فؤاد الفاطمي اللي كنا قلنا أنا أحد الرموز رغم إعاقته، إلا أنه احنا كإعلاميين وكصحفيين ما كانش عندنا واحد جوج معلومات على السي الدكتور حسن المنيعي. هو أنه كان يحب العاصمة الإسماعيلية وأراد أن تكون ساحة الهديم معلمة للنقد المسرحي أولا، ثم بأنه حسن المنيعي له أسماء وعناوين توجد بأحياء بمصر ودول عربية ولن توجد بالعاصمة الإسماعيلية. فهذه معلومتين إضافيتين ستنضاف إلى الإعلام المحلي. ونقول للسي فؤاد، شنو كتمنى بعد رحيل السي حسن المنيعي؟
الله يرحمه حسن، تنقول انا مات والله يرحمه سعد رحمت في الجمعه هذه. الان غادي نبداو انا وخالد امين عبد الكبير ركاكنا، غادي نبداو نشتغلوا على المسرح الشارع باسم الدكتور حسن المنيعي. بديت الاشتغالات ديالي، بديت في البحث ديالي، بديت كلشي باسم الدكتور المنيعي. نخليت الطلبه ونخلي الشباب يدوروا في الشارع الى نبداو الخدمات معاهم. يعني معلومات كل اضافيه الاساتذه غادي يبنيو واحد الحدث ديال حسن المنيعي. كما يعلم الكل بأن العاصمة الإسماعيلية عاصمة الفن، عاصمة الرياضة، عاصمة المسرح. وكما كان الأخوين حسن الروح وأخوه في عدة أنشطة يبرهنون على أن العاصمة الإسماعيلية قادرة على أن تخلق عدة تظاهرات، إلا أن المسؤولين هناك يعني مشكلة مطروحة على الساحة الفنية، غياب رجالة العاصمة الإسماعيلية لا على المستوى الثقافي ولا الفني والرياضي. نتمنى للعاصمة الإسماعيلية أن ترجع إلى أعادي سابقتها. ونعطي آخر كلمة سي فؤاد. هو حسن المنيعي رجل التسامح، رجل دار تحرف في حياته. تيبغي يتخلص في الكتب ديالو، تيبغي يتكرم. عينا مرة تنقولوا حسن المنيعي تيتكرم، تيبغي لا الثقافة ولا حتى حاجة، ولتي رضاف يتكرم وتيبغي الفلوس. أولا تيبدع كتابه تودعوا الأصدقاء ديالو لا ريال لا جوج. هاد الجهات المسؤولة تنقول لهم هذا الرجل تيبغي يتدرهم وتيبغي يتبنت يتكرم، وعمو دار شي حاجه في حياته تكريمات. تيبغي هذا الرجل على كاين الناس تيبغيو يتكرموا، تيبغيو يبانوا في الصحه. حنا تنبغيو نخدموا على ورق. هذه كانت آخر كلمة من السيد فؤاد الفاطمي في حق الراحل حسن المنيعي، على أنه كان إنسان يحب أن لا نظهر في الصورة ولكن أعماله هي اللي كانت تظهر في الصورة. نشكركم من هذا المنبر الإعلامي من أسفل عبر أتيليت من القلب العاصمة الإسماعيلية. إلى فرصة لاحقة وشكرا. شكرا على وفائكم لمرآة تي 24 عبر أثير يوتيوب. داعمونا باشتراكاتكم وشكرا جزيلا. إلى فرصة لاحقة.